الحلقة اللي فاتت شو كيفاش الوالد ديالي ضحى على قبلي. هذا الحدث كان هو منعرج القصة، الحدث اللي غير لي حياتي وحطني امام جوج طرق، يا اما نحارف ونتبع طريق البليه، ولا غادي ندير النفس ونولي راجل كيف ما تمناني الوالد. فضل الله ومساعدة با قاسم ليا قدرت انني نعزل الاختيار الصحيح، ولكن بعد ما تبعت با قاسم في النصائح ديالو ودخلت معاه للبحر، تما غادي تطرا واحد الحاجه اللي جامي كانت في الحسبان. قبل ما نسافروا في احداث القصه ضمن بلاصتك معانا باشتراك لايك ويلا نبداو. واحد النهار وحنا خارجين من البحر كانت الغله كتيره تبارك الله، وكان كل شيء فرحان، وحنا كنقربوا للمرسى كتبان لينا الجوقه وبنادم كيغوت. ما فهمنا والو. الرئيس قاسم زاد شويه في السرعه تاع الموتور باش نوصلوا دغيا. اللحظه فين قربنا جهه الفليك كيبان لينا دري صغير كيغرق والخاتم داير بيه، والناس كتغوت وحتى واحد ما قادر يدير شي حاجه. ديك اللحظه حطيت راسي في بلاصه الدري، نفس السيناريو كيتعاود، وحنا كنقربوا للدري اللي كيغرق قلبي كيضرب بالجهد، ما شعرتش براسي تتلاحيت. وانا وسط الماء كنسمع با قاسم كيغوت: لا زكريا، لا ولدي الله يرضي عليك، ما ديرهاش ولدي الله يرضي عليك، واش حماقيتي؟ ما تسوقت لتا شي واحد وهوت لتحت ومشيتنيش للدري، وعاود تماما نفس اللقطه اللي دار معايا الوالد. قربت للدري ودفعته بقوه تخرجته من الخاتم وبقيت انا في بلاصتو. ترخيت ديك اللحظه والدوامه كتدور فيا وكتزيد تهبطني لتحت، وانا مغمض عينيا ومرخي معاها، كنستافد من الاكسجين بشويه. الوقت كيدوز وكنسمع الغوات الفوق. ملي قرب الاكسجين يتقادا بديت كنحس بالدوامه كتقلال، وما حد الاكسجين كيبدا يقلال ما حد الهلوسه كتبدا. ديك اللحظه كنشوف في الوالد كيصفق ليا من بعيد، بقيت كنشوف فيه حيت كنت موحشو بزاف، بقيت كنبتسم ليه. ملي شفت الدوامه سالات تميت طالع بشويه بشويه، وهنا وقع داكشي اللي كما ضربت ليه الحساب كاع. الدوامه هبطتني بزاف لتحت وانا تقريبا استنزفت الاكسجين كامل اللي كنت خازن. بقيت طالع وانا مهدن، ما خليتش الخوف يتمكن مني، غير وصلت للسطح بديت كنستنشق الاكسجين بواحد الطريقه اللي غريبه بزاف. ملي درت لقيت الناس والبحاره كلهم كيشوفوا فيا مصدومين. الحاج قاسم بدا كيقول: ما يمكنش ما يمكنش. قرب من حدايا وقال لي: درتيها 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 يا زكريا درتيها. ما فهمت والو، كل شيء بدا كيصفق ليا. طلعوني ديك اللحظه جلست وكل شيء دار بيا. جات عندي موت الدري وبقات كتشكر فيا. قال لي الحاج: ما مصدقش باللي راك درتيها، باش تبقى 11 دقيقه وتخرج حي، راه معجزه هذه. قلت لي: شنو؟ قال لي: 11 دقيقه وانت لتحت. كانت صدمه كبيره بالنسبه ليا، كان كيسحب ليا 5 دقائق ما غاديش نفوتها. ملي وقفت على الامكانيات ديالي فتها. كان داك النهار تاريخي. الصيادة والبحارة والخدامة ديال المرسى كلهم احتفلوا بيا وكلهم ولاو كيحترموني، وخديت الصفة ديال احسن غطاس في المرسى بسبب ديك المدة اللي قدرت نتحكم فيها في التنفس ديالي، وليت كنتصرف بحريتي تحت الماء. كنت فرحان ومرتاح نفسيا، ولكن ماديا لا، حيت الباركو كانوا كيكونوا فيه بزاف ديال الصيادة، وانا غير الحاج كان كيدير معايا المزيان. انا اصلا ما كانتش عندي بلاصه تما، داكشي علاش ما كنتش كناخذ بزاف. داك الصيف كندوي معايا واحد الراجل وقال لي: علاش ما تخدمش في الموسم ديال الصيف؟ ميترناجور في عين الدياب، صور لك واحد البركه ديال الفلوس احسن ليك. عمرني فكرت نكون ميترناجور، ولكن مادام ما بقاش عندي مشكل في البحر قلت ليه واخا. دويت مع الحاج وقال لي: مزيان،
اصلا الخدمه ولدي في الصيف كتكون قليله. تواصلت مع داك السيد ومشيت نيشان اللي عنده المركز، قيد لي السميه ودار معايا الوقت اللي غنتحرك فيه العين دياب. ملي التحقت بهم تما لقيت بزاف ديال الدراري كاينين، كانوا مجموعين تما كليكه. دوا معنا المسؤول وفرقنا كل 5 مع بعضياتنا، وتفرقنا على البحور ديال كازا كاملين. من حسن الحظ انا والكليكه ديالي جينا في عين الدياب، عثمان، مراد، اسماعيل واسامه. كنا فرحانين بزاف ويصحاب لينا الامور غادا تكون نورمال. غير وصلنا في شهر 8 البحر بدا كيعمر بزاف، وهنا المهمه ديالنا بدات كتصعاب. كي خاصك تبقى مراقب الدراري اللي كيعوموا والبنات كاملين وتقرا التحركات ديالهم باش ردة الفعل تكون سريعه. كنا ايكيب مفاهمين بزاف والخدمه كانت كدوز غير بالضحك. والله يسمح لي انا فيما كانت كتبان لينا شي بنت زوينه بزاف كنتمناوها تغرق باش نعشقوها. حنا ب5 بينا كانوا كيجمعونا بزاف ديال القواسم مشتركه. كنا عندنا مشاكل عائليه وغارقين في دائره الفقر حتى القاع. دوزنا اوقات زوينه بزاف صراحه. سهل الصيف وبدات صداقه زوينه بيناتنا، مبقيناش كنتفارقوا. كل واحد كان خدام على راسو كيبركولي في شي حاجه. انا ديك الساعه رجعت للمرسى. الدراري اللي معايا كان عندهم حلم واحد كيجمعهم كاملين، اللي هي الغربه. وشحال من مره فكروا يريسكيو ولكن ما جابش الله التيسير. واحد الليله كنا جالسين قالوا لي الدراري كون كنا بحالك حنايا كون ريسكينا شحال هذا. المرسى فين خدامه صاحبي حتى الباب 4، والباطوات اللي كيجيو تما كلهم كيمشيو للسباليون والبرتغال. الصراحه انا عمري فكرت نحرق، ولكن في كل مره كانوا كيجبدوا الموضوع دخلات لي الفكره الراس. خصوصا خواتاتي ما كانش عندهم ديك الفكره ديال انهم يصوفيوني ويجيبوني عندهم البرة، وديما كيطيحوا مني وكيستهزئوا بيا. المهم بقينا كل نهار كنجبدوا الموضوع حتى لواحد العشيه. كنت في المرسى وسمعت الرئيس كيقول بلي غدا غيدخل واحد الباطو غادي يعمر وغيمشي نيشان لاسبانيا. بقيت كنقلقل فيهم وجمعت بزاف ديال المعلومات على هاد الباطو. بقيت ساهي وكنفكر. ملي رجعت للدار جاو عندي العشران وعاودت لهم كل شيء. كلهم كانوا متحمسين بزاف، قالوا لي هذه فرصه الحياه، فرصه العمر، خاصناش نضيعوه. غد لي مشيت للمرسى كنت داير مع العشران باش نديروا الوقت اللي غنتلاقاو فيه. كان كلشي كيعرفني في المرسى، داكشي علاش كنت كندخل ونخرج وقت ما بغيت. دخلت للمرسى ومشيت نيشان لواحد الغرفه اللي كيحطوا فيها الجيليات والكاسكات ديال الموظفين. خديت 5 وديتهم ضمقتهم في واحد القنيات. ملي وصل الوقت دخلت العشران، دخلتهم عطيتهم كاسك لواحد وجيلي. بدينا كنتحركوا ديك الساعه نورمال في المرسى بحالنا بحال اي موظفين تما. اللحظه اللي بانينا الباطو كلنا حمرنا فيه، حتى واحد ما كان جاري معانا حيت كنا كنديروا راسنا خدامين في المرسى. اللحظه اللي بانوا لينا بزاف ديال الدراري وكانوا لابسين نفس اللباس وكيدخلوا شي كراط للباطو، بقينا سامرين عليهم باش نعرفوهم من كيجيبوا دوك الكراطن. كل واحد فينا تكى على وحده، بقينا غاديين هازين دوك الكراطن وفي نفس الوقت كنا مطرقين بهم وجهنا. ملي طلعنا فوق الباطو حسينا واحد الاحساس زوين بزاف، خصوصا الدرابو ديال السباليون كان في المقدمه وكيرفرف. حطينا ديك الساعه الكراطن وكل واحد فينا مشى تضمق فوق نيت. مشيت انا وعثمان ومشاو الدراري ب3، بقينا مدرقين وقاطعين الحس. دوزنا تقريبا شي نص ساعه. واحد اللحظه بدينا كنسمعوا الصوت ديال النباح ديال الكلاب. تزريت ديك اللحظه حيت عرفتو ما يديروا كونترول على الباطو كامل. ديك اللحظه ويقول لي عثمان ناري، قلت لي مالك؟ قال لي اسماعيل. قلت لي مالو؟ قال لي عنده فوبيا من الكلاب، عندك يجبدوه ويبيع بينا حنا كاملين.
قلت لي حنا جربنا حظنا، ولا علينا دابا هو نتسناو المكتب شنو مخبي لينا. بقينا مضمقين وكنسمعوا صوت الكلاب غاديين وكيقربوا لينا. في وسط هاد التوتر اللي كنا عايشين بدينا كنسمعوا صوت ديال الغوات ديال اسماعيل، كان كيغوت بواحد الطريقه اللي غريبه بزاف، وواضح كيتعرض لألم صعيب بسبب العضان ديال الكلاب. ما بقيتش قادر نستحمل الغوات ديالو. ديك اللحظه وشدني عثمان من يديه قال لي دبر راسو، ميمكنش نضيعوا فرصه ديال الحياه ديالنا صاحبي، على قبل هو. دفعت لي يدي ديك اللحظه وخرجت، بقيت غادي قاصدهم، وغير وصلت قلت لهم بركه عليه. شافني الشاف ديالهم ديك اللحظه وقال لي زكريا اش كدير هنا؟ ما تقولش لي انت هو مول الفعله. حضرت راسي وقال لي شحال من واحد باقي. نقص ديك اللحظه اسماعيل اللي كان كيتعرض لألم صعيب بزاف وقال لي باقيين ثلاثه عافاك ومبارك عليا. بقاو كيقلبوا عليهم حتى خرجوهم كاملين، ما اداونا ما والو. قرب من حدايا داك الشاف وقال لي غادي دوزتك على قبل المرحوم، ولكن من اليوم نسى عليك المرسى، نساها في مره، ولا لقيتك فيها ما غتلوم الا راسك. حضرت راسي ديك الساعه وتميت خرجنا من المرسى والدراري كلهم كانوا حاقدين، بداو كيسبوا في اسماعيل وكيحملوه المسؤوليه. وصلت للدرب ولقيت واحد الراجل صياد معنا في البالكون، وحتى هو كيدخل معنا للبحر، كان زربان وكيبان مخلوع. سولتو قلت لي مالك ياك لاباس؟ قال لي بلي الحاج طاح عليه مسكين نصه، وكيقولوا بلي حالته صعيبه بزاف. دارت بيا الدنيا ملي سمعت هاد الخبار، حيت الحاج كان هو الاب الروحي ديالي. خليت الدراري واقفين ومشيت كنجري لدارو. دخلت وسمعت البكا ديال عائلته كاملين. دخلت عنده البيت وكان عرقان ما كيتحركش من بلاصتو. قربت من حداه وقلت ليه عافاك الحاج، ما تخلينيش. بقيت كنبكي ديك اللحظه، ولكن الحاج كانت داخله الموت. من بعد ساعه فارق الحياه. الغوات كان مجهد في الدار بزاف، وحتى واحد ما قدر يصبر. الجنازه ديالو كانت كبيره بزاف، حيت كلشي كان كيعرف من اطيب خلق الله. وصلت ديك اللحظه للدار طيح عليا الضيم، حتى قلت صافي حياتي تقادات. عاوتاني غنبدا من الزيرو. الحاج مشاو، المرصه تحبسات عليا، شنو غندير دابا؟ الدراري كانوا كيجيو كيونسوني كل نهار، ولكن من نهار وقعت ديك اللعيبه في الباطو خاطري هرب ليا منهم بسبب الطريقه اللي تعاملوا بها مع اسماعيل، اللي فيها نسبه كبيره من الانانيه. كنا كلنا يائسين ما عارفين ما نديرو في حياتنا. وهاد العشيه كنا جالسين مجموعين. نقز مراد وقال لنا عندي واحد الفكره. حنا نقولوا ليه وديالاش هاد الفكره؟ هو يقول لنا البالكو ديال الحاج غادي يبقى واقف واحد المده حدادا على الوفاه ديالو، علاش ما نحرقوش به؟ نقز اسامه وقال ليه واش انت مريض ولا مالك؟ راه غادي يوقفونا خفر السواحل، وفي بلاصه نمشيو للغربه غنمشيو لعكاشه، حيت شافرين باركو على قدو. فكر مزيان صاحبي، فكر مزيان. قال لي عثمان قبل متفق معاك كاع، انا مع مراد نمشيو في اتجاه ديال الميريكان، ملي تقاد ليسانس نخليو الباركو غادي بالتيار ونعتمدوا على الاشريعه. الا كان العربي وفوزي مشاو الميريكان بالفلوكه وهما كبار فلاج، علاش غنتزراو حنايا؟ واصلا هادي اللي عايشين حنا ما حياه ما والو. الموضوع كامل كان غير فكره في الاول، حتى لقينا راسنا كناقصوا التفاصيل ديالو. مادام العربي وفوزي يقدروا يوصلوا الميريكان غير بفلوكه، الفرصه ديالنا ممكن تكون احسن من ديالهم، حيت عندنا باركو نقدروا نعمروه بكاع داكشي اللي خاص. ديك الساعه بدينا كنحطوا النقط على الحروف، شنو خاص شنو ما خاص، شنو غنديو. واول حاجه فكرنا فيها هي السيرود ديال الباركو اللي اكيد غيكون في الدار ديال الحاج اللي تكلفت به انايا. الدراري بقاو كيتكلفوا شنو غيخص في الرحله من ماكله من شحال من حاجه.
انا بديت كنمشي للدار ديال الحاج كل نهار، كنمشي نجلس مع الحاجه، كنبقى نقلقل ليها في السوق حتى جبدت معاها الموضوع ديال الباركو. الحاج تخلى السوارت ووصاني مسكين ما نبيعوش، نخليه للرجال صحابو يتمعشوا به ويجيبوا لي انا شي بركه اللي قسم الله. قد ديك الساعه كنتحرك عندها كل نهار، حتى لواحد الليله كانت بوحدها. مرات الحاج الله يرحمه مرا كبيره بزاف في العمر وتقيله في الحركات ديالها، مشات باش توجد لي اتاي ونط انا كنتسلك لبيت نعاس باش نقلب على السوارت. دازت تقريبا شي 3 ساعه وانا كنقلب حتى لقيتهم، حيت ديما كنت كنشوفهم عند الحاج، دغيا تعرفت عليهم. ديك الساعه ضمقتهم في جيبي ومشيت جلست مع الحاجه واحد شويه. من بعد خرجت نيشان ومشيت انا والدراري عند صحاب السوارت، خرجنا على دوك السوارت كاملين ونغد ليه. مشيت عند الحاجه رديت ليه السوارت فين كانوا باش ما دي ما تجيب. قدينا ديك اللحظه كلشي وبدينا كنمشيو للمرسى. خرجنا على الدراري ديال السيكوريتي ولينا كل نهار كنخطفوا حاجه ونحطوها في الباركو. من بعد 8 ايام عمرنا الباركو بداك الشيء كامل اللي غادي يخص، وبقينا كنتسناو حتى 20 في الشهر، النهار اللي ما كيكون خدام فيه حتى شي واحد في المرسى. وصل الوقت ديك اللحظه وتحركت انا والدراري للمرسى، بقينا كنتبربصوا تما ونقزنا من الصور. الدنيا كانت كتصفر، تمينا غادي نيشان الباركو ديال الحاج الله يرحمه. انا عمرني سكت الباركو، ولكن كنت كنشوف الحاج كيفاش كان كيتصرف معاه. طلعنا ليه وحيدنا المرسات وبقينا كندفعوا فيه حتى تم غادي كيبعد بشويه بشويه. ملي بعد الباركو واحد المسافه على الباطوات والفليك اللي كاينين في المرسى ستاسيونين، بقيت معافر مع هذيك اللحظه وكنحاول نديماريه. من بعد تقريبا 5 ديال الدقائق وانا كنحاول نديمار الباركو وتمينا غاديين بيه. ما حد الباركو كيف بعد وحنا كنحسوا بالخوف. فين غاديين وغاديين. طاح الضرمه ديك اللحظه وقينا راسنا بعدنا بزاف على المرسى، كيبغينا الضواو بعاد بزاف وحنا وسط البحر، وكنا حاضين الطريق غير في الماب. الدراري كانوا طالقين مزيكا وفرحانين وكيغنيو، من حقهم حيت ما عمرهم دخلوا البحر لداخل. اما انا اللي سابق لي دخلت البحر ودوزت تجارب اللي صعيبه بزاف واللي كنا كنخافوا فيها كاملين، وكيفاش كان الحاج الله يرحمه كيتقاتل بالباركو باش ما يخليش يتقلب. الدراري كان طاغي عليهم الحماس، كيصحاب ليهم شي رحله مدرسيه ولا ما نعرف. ما كاملاش ساعه تناقشت انا وياهم على قبل الماكله، تكاو على الماكله كامله ومساو بلي حنا غادي نحو المجهول. ما حد المسافه كانت كتباعد على المرسى. ديك اللحظه كلها كيلغي بالغاه وكله التفكير ديالو وكل واحد شنو كان كيقول. وصل ديك الساعه الليل وسكت البالكو وبغيت نلوح المرسات باش نرتاحوا ديك الليله. قال لي عثمان لا بلاش، خلي الباركو غادي بالتيار باش نقتصروا علينا الطريق. ما لقيت ما ندير وتبعت كلامهم. دازت ديك الليله وفي الصباح فقنا معطلين والصدمه كان راسنا وسط المحيط وما كيبان لنا والو. هبط مراد ديك اللحظه يشوف الماب وبدا كيغوت بالفرحه. نزلنا كاملين وفرحنا حيت الباركو كان غادي في الطريق اللي رسمناها. تحمسنا كتر ديك اللحظه وفرحنا بزاف. ديماريت الباركو وتمينا غاديين بسرعه كبيره. ملي وصل الليل عاوتاني سكت الباركو ونعسنا وخليناه غادي بوحدو. كان الجو زوين بزاف وغير الماب اللي كان كيخلينا متحمسين لهاد الرحله هادي اللي ما عارفينهاش كيفاش غتسالي. اما حنا كنا كنحسوا بلي حنا واقفين في بلاصتنا. من بعد 5 ايام تقادا ليسونس ولينا معولين غير على التيار. قادينا الاشرعه مزيان والدراري عاد رجعوا للكلام ديالي. الماكله الزوينه كلها تقادات، بقى غير الحماص والزرع إبلي والما بقات فيه تقريبا غير شي 3 يطرو. وكانت هذه غير البدايه. في نفس النهار بالليل تقلب الجو كامل، المواج كبروا بزاف والعاصفه كانت كبيره
والرعد والشتا كتصب بالجهد، والباركو كيتمايل بينا كامل. والمشكله هو الباركو مصنوعش باش يقاوم هاد المواج بهاد العلو كامل، ولا حتى المسافه الكبيره اللي غيقطع وسط المحيط. الدراري كلهم خافوا بزاف وبداو كيبكيو، وحتى الضو كان طافي باش ما نضيعوش على قبل الماط. المهمه اللي كانت عندنا هي اللوح الماء اللي كان كيطلع فوق الباركو باش ما نغرقوش، وكانت هذه اصعب مهمه. كتحاول تحكم في التوازن ديالك ولكن والو. الدراري ديك اللحظه بداو كيبكيو، كتحس بيهم ندموا علاش خداو هاد الخطوه هادي. ما تكالمات الدعوه حتى شي 3 ديال الصباح كنا كلنا ساردين وكنقفقفوا بالبرد. ملي صباح الصباح اسامه قال لنا الدراري يلا نرجعوا في حالنا. وهنا الدراري بداو كيتخاصموا مع بعضياتهم، شي باغي يمشي وشي لا. طلع ديك اللحظه عثمان كاعي، من بعد سمعناه كيعيط لينا بسمياتنا كاملين. ملي طلعنا لقينا الاشرعه ما كاينينش في البالكو، مشاو بسبب العاصفه ديال البارح. جلسنا ديك اللحظه الارض وعرفنا بلي الامر ما بقاش بين يدينا. اللي علينا دابا هو نقاومو حتى نوصلو. التيار كان غادي بينا ولكن التعب بدا كيبان علينا. الماء قلال بزاف وتقهرنا بالحمص، وداك الحمص من بعد 3 ايام اخرى بغيناه ومرقيناش. رسميا بقينا بلا ماكله، وحتى الماب بدا كيطفى ويشعل حيت الباتري قرب يسالي. رسميا الخوف بدا كيتسلل لقلوبنا، وفكره انك غتموت صعيبه بزاف. الحاله ديالنا تدهورت بزاف بسبب العطش، وهذا الشيء بدا كينعكس على الجانب الذهني ديالنا، حيت عارفين هذا الشيء ما مزيانش. بقى كيبان لنا غير الصيد، وتا هو ما كانش عندنا باش. لقينا غير واحد الشبكه في الباركو، وكان الحل باش نصيدو بها هي اللوحه المرسات ونوقفوا الباركو. ملي غادي نلوحوها غادي نتوقفوا على التقدم، وما كانش عندنا خيار اخر حيت كنا ميتين بالجوع بزاف. ديك اللحظه وقفنا الباركو ولحنا الشبكه، بقينا كنتسناو العشيه كامله وكلنا امل اننا نصيدو شي حاجه. ملي هزيناها فرحنا بزاف حيت كانت عامره بالحوت. عمري نسى هاد المشهد هذا. الدراري تلاحوا على الحوت بواحد الطريقه اللي غريبه بزاف، بواحد اللهفه. بداو كيغزوا فيه خضر. ملي بغينا نطلعوا المرساد ديك اللحظه كاع ما بغات تطلع كاع، كنوركو على البطونه والو. صدمت ديك اللحظه وهبطت كنجري، وداكشي اللي فكرت فيه هو اللي وقع. لقيت الماب طافي وعرفت بلي الباتري خوا. ديك اللحظه قلتها للدراري وتصدموا، والفرحه ديال الحوت كامله تحولت حزن. بدينا كنحاولوا نطلعوا المرسات بشكل يدوي، ولكن كاع ما بغات. ديك اللحظه عرفنا بانه حلات مع شي حاجه. الدراري ديك اللحظه بداو كيبكيو حيت عرفوا بلي هي النهايه. السيناريو ما كانش في الحسبان اننا نوحلو وسط البحر ونموتوا بهاد الطريقه. ديك اللحظه بديت كنحيد في الحوايج ديالي. قال لي عثمان شنو كدير صاحبي؟ قلت لي ما كاينش حل اخر، ما يمكنش نبقاو واحدين هنايا نتسناو المصير ديالنا. تلاحيت ديك اللحظه، بقيت متبع السلسله، لقيتها مكوانسيه مع واحد الصخره. بقيت معافر معاها وكنقهاو، ولكن كانت مكوانسيه بصعوبه كبيره. ديك اللحظه وقع داكشي اللي ما عمري تخيلت راسي غنطيح فيه، وهو الكوشمار ديال البحاره كاملين، سمكه الاوركا. وبهاد السمكه العملاقه اللي جايه مباشره عندي غنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم. نضرب لكم موعد في الحلقه القادمه لتتمه القصه. تهلاو.